السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده حبيت اشارك معاكم بس في فيديو كده على السريع. ده كان فطير عروسة ما شاء الله، ربنا يفرحها كده، يجعل ايامها كلها سعيدة على خير، اللهم امين. وده كنت عملت لها، كان اوردر فطير، كان مطلوب 15 صينية، 10 سادة وخمسة محلين. بص بقى، ده فطير المحلي. ما شاء الله عليه، ده جلاش بقى مش فطير، فانا حبيت اشاركه وانا بغلفه. بس هو المفروض عندنا بنوديه بصوانيه، بس دي كانت طالبه ان هي تتعمل تحط في اكياس وعلب وكده، وساعات انا بعمل كده برضو. وانا حبيت اشارك معاكم الفيديو ده واللينك بتاع ازاي تعملي الفطير الساده والفطير المحلي ده موجود، هسيبهولك في الوصف، صندوق الوصف. فهو ما شاء الله عليه. بصي، طلع زي الجلاش زي البقلاوه، والله اكبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصي اهو، قطعه قطعه طالع كده ما شاء الله جلاش. ده فطير على فكره. فحبيت ان انا اعمل يعني واوريكم، بس هو بيبقى مجهود على فكره. يعني انا عملته من الفجر وانا صاحيه عشان اخلص الفطير ويروح بدري. طبعا الدنيا شتاء، السمنه بتتجمد معايا كل شويه سخن. يعني هو في معاناه وتعب، بس نقول الحمد لله ان في مصدر رزق الواحد بيدخله تاني في البيت عنده، في الغلا اللي احنا فيه ده. ف بصي بقى شكل الفطير وطريقته على فكرة سهلة جدا جدا وطعمه احلى. انت بتعملي له شربات، تجيب شربات بعد ما بتحشيه فول سوداني وجوز هند، بتعمليه بشربات. بصي القطعة ما شاء الله عليها، والشكل ما فيش اجمل من كده. الله اكبر، صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا الجمال، بصوا فطير. تسلم ايدك يا ام مصطفى. يلا بقى اشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واتمنى ان انتوا تتابعوني عشان ازيد في فيديوهاتي مره واثنين وثلاثه، وربنا ييسر الحال. بس هو تعب بصراحه. بص بقى، انا بدات ده المحلي، دول كانوا 5 محلي. انا غلفت، حطيت كل صينيه في علبه من دي، وبعد كده بقفلها زي كده وبحطها جوا كيس. بيبقى شكلها حلو وشكلها شياكة يعني. عن ان انت توديها بالصينية، بس في ناس طبعا بتوديها وتودي بالصواني، فده موجود في عاداتنا لحد الان. يعني بصراحة تقولك اديني عدد، لا وديه بالصواني. فانا ساعتها بطلب منها الصواني نفسها تجيب لي الصواني، عدد الصواني اللي تعملها وانا اعمل لها بيها، فبتاخد حاجتها وهي بصوانيها. لكن ده ما عملتش كده، ده غلفته. فانا حبيت ان انا اشارككم التغليف. طبعا انا خدت وقت في التغليف، ما كانش سهل عليا برضو على فكرة. يعني اي حاجة بتاخد وقت، بس كانوا معايا ولادي الحمد لله، واختي كانت موجودة في اليوم ده فساعدتني فيه. كده انت بحط كل، بس دي علبة كبيرة فانا اضطريت ان انا احطها كده بالشكل ده، مش هتبقى ماسكة الكيس اهو. كل علبة، بص المنظر، بص الجمال والحلاوة، الله اكبر. طريقته سهلة جدا وبسيطة، من غير حتى ما تعرفي ان انت ترجي وتفردي. كل اللي بتستعمليه اللي هو العجين، وتسيبيه يريح، وبتقطعيه وبتمسكي 5 5 او 10 10 حسب ما انت هتشوفي في الفيديو، وبت وبتشتغلي عليه وبيترجي معاكي بسهولة. بالرولة اللي هي بنشابة الرولة، اشتغل معاكي حلو خالص. بصوا ما شاء الله اهو، انا كده عملت 3 وادي الرابعة هغلفها. طبعا مش عايزه اضحككم انه في الوقت ده كانت الست عماله ترن عليا ويلا يا ام مصطفى، يلا يا ام مصطفى، وانا مصره ان انا اغلف واصور. بصوا الجمال ما شاء الله، الله اكبر، صلوا على الحبيب المصطفى. وطعمه ما فيش احلى من كده ما شاء الله عليه. طبعا انا بدات بالفطير الساده مش الفطير المحلي، لان احنا في الشتاء. فالشتاء معلش، يعني لما تجي شربات وهو معمول بسمنه بشويه بيبقى تحس ان هو مجمد، الا اذا ان انت تدخليه الفرن وتسخنيه تاني. فانا حبيت ان انا اخلي اخر 5 صواني اللي هم المحلي يبقى في الاخر، بحيث ان الساده كده كده انا لو بيطول بعضيه بحط السخن مع البارد وبدخل الفرن تاني ادفيه وبغلفه علشان يبقى ما شاء الله عليه. وصلوا على الحبيب المصطفى وقولوا الله اكبر. بصوا اهو، انا هحط ال5 اهي. ما شاء الله. لكن السادة، الله اكبر الله اكبر، الفطير البلدي، الفطير الصعيدي، الفطير اللي ما فيه زي ما شاء الله. بصوا الجمال وبصوا الحلاوة، الله اكبر. حاجة كده، بس طبعا ده عشان بس الجو برد، ده معمول طبعا من الصبح فكان شوية مجمد معايا. لكن بص ده اللي انا بقطع فيه، كان لسه من شوية طالعة من الفرن.
ملبلبه زي ما بنقولوا، فطير ملبلب. بصي الله اكبر، تسلم ايدك يا ام مصطفى. بقى يلا اشتراك في القناه وتفعيل الجرس وشويه لايكات بقى يرفع الفيديو، فما شاء الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده ما شاء الله عليه. اهو هبدأ اغلب، بحط كل فطيرة في كيس. طبعا ده بيساعد ان ايه، ان الفطيرة بتبقى طرية قبل ما توصل للزبون يعني. فبيبقى ايه ما شاء الله عليه جميل، ما شاء الله عليه جميل. بص الجمال. انا اهو انا بابا مقطعاه، وانا طبعا لما بعمله بفرده بقطعه، مش بخليه سليم. بحاول ان انا بحيث ان هي لما بتيجي توزع ام العروسه مثلا هتدوق حبايبها ويروح للعروسه، بيبقى سهل ان هو ايه يتقدم ويبقى شكله حلو. نقول عليه احجبه يعني، يبقى نظام احجبه او مقطع مثلثات او مربعات حسب ما ايه ما يكون. انا بحط كل صينيه في كيس. تمام اهو. هو مجرد ما هيوصل، وانا المفروض كنت جبت ورق زبدة، بس بصراحة انا كنت مستعجلة، وفي نفس الوقت هو ما بيستحملش لا ورق زبدة ولا حاجة. هو مجرد ما بيروح فطير العروسة بالزيت بيبقى ليه طعم ويبقى ليه فرحة، وتبقى يعني مجاملات حلوة. هو ايوه مكلفة، بس دي عادة عندنا مش هنقدر نبطلها. هي قلت يعني، العدد قل، دول 15 صينية، 10 سادة و5 محلين. بس زمان كنت بنعمل 40 صينية 30 صينية. لكن طبعا في الغلا ده يا دوبك، وانا حاولت يعني ما اكبرش الحجم شوية طبقات، بحيث ان انا يكون التكاليف اقل شوية، عشان هو معلش الاب والام كتر خيرهم برضو، بس دي عادات لازم يجاملوا بيها بنتهم، وما ينفعش نبطلها. هتبقى هي هتقل لكن مش هتتبطل اكيد. بصوا انا كده بقطعها كده واغلفها واحطها كده. انا جربت اخلصهم وست اكيد طبعا عماله ترن عليا والتليفون عمال يرن، بس انا كلمتها وقلت لها خلاص اهو الدليفري زمانه جاي. وعلى فكره انت ممكن تشتغل المشروع ده في بيتك، وما شاء الله عليه يعني. هو مربح رغم ان هو متعب، بس تقدر تشتغليه يعني. بص الفطير طالع ازاي ما شاء الله، الله اكبر. تقدر تعمليه ومش صعب، وتقدر تتعلميه وتعمليه. تبيعي منه، او انا ممكن اخد اجرة على الصينية. وساعات ببيعه يعني. واحدة ست تقول لا انا عايزة صينية، عايزة 2، عايزة 3، عايزة 10 حسب ما تطلب، وانا سعر الصينية. بس معلش هو دلوقتي بسبب زيادة الاسعار سعر الصينية ده عدى. مش عايزة اقول لكم السمنة البلد الصينية وصلت ل150 جنيه. يعني انا حزينة على الرقم، لان انا كنت زمان ببيع الصينية سمنة بلدي ب60 جنيه ايام ما كانت الزبدة رخيصة. لكن دلوقتي ارتفاع الزبدة وغلوها والدقيق، وصلت الصينية ل150 جنيه، بعد ما كانت ب60 جنيه كنت ببيعها بسمنة بلدي. ويلا بنقول الحمد لله على كل حال. وهو جربت اخلص ودليفري جرب يوصل. وما تنسوش اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايكات بقى يرفع ايه الفيديو معانا. واللي حابب يتفرج على طريقة عمل الفيديو الفطير يعني ده، بيخش على الصندوق الوصف، وانا هسيبه لكم في نهاية الفيديو، وتخشوا تتفرجوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده احنا غلفنا الحلو وغلفنا السادة، وهنا كده خلصنا. واتمنى يكون حاجة كده يعني حاجة خفيفة، يعني هو فيديو خفيف كده على الماشي حبيت اشارككم فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واتمنى ان انتوا تشرفوني. والسلام عليكم ورحمة الله.